النهارده هيكون يوم صعب جدا بالنسبة لي. في البداية كده عملت فطار خفيف كده، ولكن هو فطار غير صحي، بس قشطة يعني أي حاجة كده كفطار، حاجة خفيفة برضه يعني مش متقل. ده هو يعني نص رغيف تقريبا أو 3/4 رغيف، لأن كان في ربع فوق كده شلته كانش عاجبني فحبيت أشيله يعني. فأنا هو ده الرغيف، فاهمين؟ فيعني حاجة خفيفة كده وحاجة بسيطة. ولكن النهاردة هيبقى يوم صعب، ده بسبب إن أنا ما نمتش تقريبا غير 3-4 ساعات طول الليل، ما عرفتش أنام بسبب إن كل شوية كان حد يصحيني، فأنا ما نمتش كويس خالص. فالنهارده هيكون صعب بسبب كده، بسبب إن أنا لو نمت في نص اليوم أنا هبوظ اللي أنا عملته في خلال الكام يوم اللي فاتوا، فأنا ما ينفعش أنام في نص اليوم عشان لو نمت هبوظ الدنيا دي كلها. فللاسف هيبقى الموضوع صعب شويه، ان انت هتحارب نفسك ان انت ما تنامش وانت تبقى عايز تنام على الاقل لو ساعه او ساعتين، وانت لو نمت الساعه او ساعتين دول فانت هتبوظ كل اللي انت عملته، فانت للاسف مش هينفع تنام. فالموضوع هيبقى صعب في النقطه دي، لكن غير كده الدنيا في اللذيذ خالص، وهنقدر ان شاء الله ان احنا ما ننامش ساعه ولا ساعتين ولا اي حاجه، بسبب ان انا مش عايز ابوظ اللي انا عملته ده كله، وعايز احافظ على مستوى النوم بتاعي، ان انا انام بدري واصحى بدري وكده. انا حابب الروتين ده، ممكن انت ما تكونش حابه ولكن عادي جدا. انا حابب ان انا اصحى بدري وانام بدري وخلي حياتي لطيفة كده بالنسبة لي. خلص بقى افطار ونيجي نبدأ يومنا. اوكي، للاسف تعبان شويه وفي اكتر من حاجه. اولا النوت بوك اللي انا بكتب فيها الملاحظات بتاعتي وبكتب فيها التو دو ليست والحاجات دي كلها، النوت بوك دي خلصت، فانا محتاج اشتري واحده تانية، لان النوت بوك التانية اللي عندي انا بكتب فيها حاجات اكثر اهميه من ان انا اكتب فيها التو دو ليست بتاعتي والملاحظات والحاجات دي، فللاسف مش هينفع استخدم التانية اللي عندي، فانا مضطر اشتري واحده، او مش مضطر، انا كده كده يعني بحب الورق والقلم اكتر من حاجات التو دو ليست اونلاين، وان انا بحب ان انا اكتب الحاجه بايدي وكده، فعايز اشتري واحده الصراحه. فغالبا في واحده كده غالبا هشوفها، فغالبا دي اللي هروح معاها، بسبب ان انا عايز اجرب النوع ده من النوت بوك وكده. فبعيدا بقى عن النوت بوك اللي انا عايز اشتريها دي او مش عارف ايه، غالبا هشتريها اونلاين يعني، بسبب ان انا مكسل انزل اشتريها. فيعني هنشوف كده هشتريها اونلاين ولا انزل اشتريها، لسه مش عارف الصراحه، لسه ما قررتش. المهم ان انا عملت قهوه حاجه كده في بسبب ان انا حرفيا انا عايز انام ومش فايق خالص، بسبب ان انا زي ما قلت لكم ان انا ما نمتش غير 3-4 ساعات، فانا الوضع بالنسبه لي كارثي جدا. فانا عايز انام وفي نفس الوقت تعبان على خفيف كده، تعب بسيط جدا يا جدعان، ما تقلقوش انا تمام جدا مفيش اي حاجه، ولكن ده شويه تعب على خفيف كده. فالصراحه عايز اشتغل شويه كده في بدايه اليوم وانا في طاقه وكده، قبل ما الطاقه دي كلها تروح والواحد جسمه يبدا يتعب اكتر بسبب ان هو ما نامش وكده. فيعني ايه، حابب استغل الوقت ده. اوكي، وبعد ساعه وتلت اقول لك خلصت ان انا اديت اللي انا بقوله ده، وبعد ساعه وتلت اقدر اقول لك ان انا خلصت اديت الفلوج اللي نزل النهارده، وحاليا الفلوج بيعمل ريندر. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي الفلوجز بتاعتي بسيطه جدا، ما بحاولش ان انا اخليها معقده، انا بحاول اخلي الايديت بسيط جدا، بحاول اخلي الايديت سهل جدا بحيث ان هو ما ياخدش معايا وقت كتير، وده الهدف بالنسبه لي، ان انا ما اخدش وقت كتير في اديت الفلوجز دي، عشان ابقى قادر ان انا اشوف باقي الحاجات اللي ورايا وابقى شغال على باقي الحاجات. وبالمناسبه بمناسبه شغل والكلام ده، ان الفتره اللي فاتت او الكام يوم اللي فاتوا دول اكتر ايام اشتغلت فيها من ناحيه الوقت ومن ناحيه الانتاجيه، بجد من اكتر الايام الكويسه جدا اللي عدت عليا، بسبب ان انا بعمل فيها حاجه انا حاببها وبعمل فيها حاجات كتير في الوقت اللي عندي. في نفس الوقت بحاول استغل الوقت بتاعي اكبر قدر. طبعا انا مش راضي جدا عن الوقت وكده، ولكن ما اقدرش ان انا انكر ان انا بشتغل كتير وكده وبستغل الوقت، ولكن حابب ان انا انتج اكتر من كده، اشتغل اكتر من كده، ودي الخطه الفتره الجايه اللي انا همشي عليها، ودي الفتره الجايه اللي هيحصل حاجات كتير من ضمنها ان هي تزود انتاجيتي وكده. وفي نفس الوقت بتعلم اداره الوقت، ازاي ادير الوقت اللي عندي، في حاجات كتير جدا بتعلمها ان هي تفيدني في اداره الوقت وكده. فانا متطلع ان الفتره الجايه تكون احسن بكتير جدا. بقالي كتير جدا ما جيتش الفرع اللي ورا ده، والنت كان شغال مش كتير قوي يعني، هما يومين 3 كده والنت ما كانش شغال، يعني نقدر نقول ان هي فتره كبيره. شايف الخنزير اللي عمال يعمل بالتوك توك بتاعه ده عشان شايفني بصور كده، بس قشطه يعني. ولكن بقى في مشكله تانية انا نفسي اعرف حلها، عمال احاول ارفع الفيديو على في فيديو اللي انا كنت شغال عليه كده، عمال احاول ارفعه على جوجل درايف ومش راضي، جوجل درايف مش راضي اكسبت الفايل ده، رغم ان انا معايا مساحه عادي جدا، ولكن بيأكسبت اي حاجه تانية واي
فايل تاني بيأكسبته ما عدا الفيديو ده مش عارف ليه. فنزلت ابلكيشن تاني اسمه تيرا بوكس، فالمفروض ان انا معايا 1 تيرا ان انا اقدر ارفع عليها الملفات بتاعتي. تيرا بوكس بقى فيه حاجه جميله جدا، بيأكسبت كل حاجه ما عدا الفيديوهات. فانا الصراحه مش عارف يعني احل الموضوع ده ازاي او احل المشكله دي ازاي، فاللي يعرف الحل عايز ايه؟ مش فاهم انا ايه العيال دي، النسوة هديك على وشك. اوكي، وجب التوضيح بس من الايديتنج روم ان انا اوضح الواد ده كان بيحاول يعمل ايه. الواد ده كان بيحاول يشد الديت كات بتاعه المايك، فانا كان لازم استعمل معاه الاسلوب ده. انا غير كده اصلا انا ما بحبش العيال بتاعه الشارع دي او اطفال الشوارع دي، انا ما بحبهاش. انا بس حبيت اوضح النقطه دي، فيلا بينا نرجع للفيديو عشان ايه انا كده طولت عليكم. يلا بينا. فمش عارف الصراحه احل المشكله دي ازاي، فلو حد عنده اي حل او حد يعرف اي ابلكيشن يا ريت يعرفني بسبب ان انا عايز احل الموضوع ده باي طريقه. يا ريت كده اللي عنده اي حل يعرف. لليوم التاني على التوالي حاولت ان انا اصور صوره ثامبنيل للفلوج بتاع النهارده. حاولت ان انا اعمل صوره الصراحه تكون ماشيه مع الفيديو تكون كويسه. حاولت الصراحه وطلعت بنتيجه نوعا ما مرضيه. هتلاقي برده لينك الفيديو في الاي اللي هنا ده، عايزك تشوف الفيديو وتشوف الثامبنيل وتعرفني رايك. انا الصراحه بحاول ان انا اتعلم ان انا اعمل الفلوجز وكده، بس الفلوجز دي حاجه جديده عليا ان انا اعملها وكده. وفي نفس الوقت شايف ان الفلوجز مش محتاجه ثامبنيل معقده قوي ولا محتاجه ثامبنيل فيها شغل كتير، ولكن هي للاسف محتاجه، للاسف في الوقت الحالي ده هي محتاجه. فعشان كده بدات احاول دلوقتي اتعلم بناء على النصائح اللي انتوا اديتوها لي، ان اتعلم تعمل ثامبنيل، اعمل ثامبنيل كويسه وكده. فانا بدات فعلا اهو، وان شاء الله الثامبنيل دي تكون كويسه وتكون ماشيه مع المود بتاع الفيديو وكده. حاولت ما تتوقعوش مني حاجه عاليه قوي، ولكن بحاول دلوقتي ان انا اوصل لمرحله كويسه في صناعه الثامبنيلز وكده. هو المفروض في الوقت ده اكون نايم دلوقتي، ولكن طبعا لو انت عايش مع اهلك فانت لازم تنزل تجيب لهم حاجه اللي هم عايزينها في الوقت اللي هم عايزينه. يعني ايه يعني انت تيجي على نفسك عشان تنزل تجيب لهم حاجه تقدر تجيبها تاني يوم عادي جدا ومفيش اي حاجه تتاثر وملهاش استخدام دلوقتي ولا اي حاجه، بس لازم تنزل تجيبها دلوقتي ليه؟ عشان احنا عايزين كده. وايه يعني تيجي على نفسك عشان هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، دي بعض الضرايب اللي انت لازم تدفعها. لازم تستحمل الحياه. حاليا في البيت دلوقتي، للاسف متاخر ساعه عن ميعاد نومي بسبب المشوار اللي انا نزلته دلوقتي ده، فده شيء مستفز بالنسبه لي بطريقه غبيه. ولكن يومنا لحد كده انتهى، وان شاء الله بكره يكون يوم احسن من النهارده، ما يظهرش فيه خوازيق في نهايه اليوم زي النهارده كده. كان في حاجه للاسف عايز اعملها قبل ما انام، هي مش هتاخد وقت ولا حاجه، ولكن مش عايز اطول اكتر من كده، مش عايز ان انا اسهر اكتر من كده وابوظ نومي اكتر من كده. وان شاء الله اصحى في الميعاد اللي انا بصحى فيه، مصحاش متاخر ولا اي حاجه. ان شاء الله برضو بكره يكون احسن. فدي كانت كل حاجه النهارده، يعني كان يوم لذيذ كده ويوم خفيف. اشوفكم بكره، سلام.